رمسيس التاني واحد من أقوى الملوك اللي حكموا مصر قديما، وفي ناس كتير هتكون مهتمة إنها تعرف شكل رمسيس وقت الحكم كان عامل إزاي. وفي الفيديو ده هنتكلم عن الطريقة اللي قدروا بيها العلماء إنهم يوصلوا لشكل رمسيس التاني قبل وفاته، وده باستخدام الذكاء الاصطناعي. اتفرج على الفيديو للنهاية وأنا متأكد إنه هيعجبك إن شاء الله. في مجموعة من العلماء استخدموا نموذج ثلاثي الأبعاد لجمجمة الملك علشان يعيدوا بناء مظهره وقت وفاته، وده لما كان عنده حوالي 90 سنة. كشف فريق من العلماء عن ملامح وجه أقوى فرعون في مصر القديمة وهو رمسيس الثاني، وقالوا إنهم بيكشفوا عن الملامح المميزة لشكله واللي كانت قبل لحظات وفاته على طول. رمسيس الثاني اللي حكم في القرن ال13 قبل الميلاد، واللي كان أحد أعظم حكام الأمة، واللي اشتهر بتماثيله الضخمة وإنجازاته العسكرية خلال فترة حكمه من 1213 ل 1279 قبل الميلاد. العلماء دول بقى استخدموا نموذج ثلاثي الأبعاد لجمجمته، وحطوا طبقات من الأنسجة الرخوية والجلد علشان يعيدوا بناء شكله وقت وفاته وهو عنده بالتحديد 90 سنة. الرجل العجوز الضعيف بوجه مجعد. الصورة اللي شبه الحقيقة كشفت عن رجل عجوز وضعيف وبوجه مجعد، وبعض الملامح كانت شبه تماثيل رمسيس العملاقة اللي لسه موجودة في المتاحف لحد دلوقتي. وحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية يوم 28 يونيو 2024، شيشروم مواريث خبير الرسومات البرازيلي اللي ورا المشروع الجديد واللي قال في الدراسة الحالية عملنا تحليل واسع جدا وقارنا لوجه المعاد بناؤه بتماثيل رمسيس الثاني، وقال ان الهدف من المشروع ده انهم يفهموا لحد فين ممكن نعتمد على التماثيل ونشوف مدى دقتها. كتير من الناس بيعتقدوا ان التوافق هيكون جيد جدا، ولكن الدراسة بتقول عكس كده. بيقولوا ان التماثيل بتشير لتوافق جيد مع شكل الانف، وحتى في بعض الحالات مع شكل الوجه. تماثيل رمسيس الثاني بتتميز بجبهة وشفتين اكتر دقة ودقن اوضح، وده بيخلي الملامح الموجودة في الصورة مش حقيقية بدرجة كافية. وقال مواريث انهم عملوا كمان تحليل لبيانات القياسات البشرية والحمض النووي من السكان المصريين القدماء، ويبدو ان كل المسارات بتشير لمجموعة سكانية مكونة من عناصر كتير وصعب توحيدها، يعني اللون الحقيقي مش معروف للمصريين القدماء. الفريق بقى اختار لوحة ألوان البشرة اللي كانت موجودة في الفن المصري القديم علشان اللون الحقيقي ما كانش معروف. كمان صمموا نسخة بتدرج رمادي أظهرت عيون الفرعون كانت مقفولة علشان يتجنبوا إصدار أحكام على بشرته، بس الفريق اقترح إن الانتقادات هتيجي قريب. ووضح مواريث إن دايما في انتقادات لأي شغل بينزل على الإنترنت، وهو بنفسه بيتابع التعليقات على الأخبار والنقاشات اللي بتنزل على السوشيال ميديا. الفريق كمان استخدم معلومات من دراسة اتعملت سنة 1976 لبقايا مومياء رمسيس المحنطة واللي اتلافت سنة 1881، وأعادوا الأنسجة وصنعوا ضمامات جديدة. الدراسة كمان حددت إن رمسيس الثاني كان بيعاني من تراكب واضح في العضلات وأسنان متآكلة بشكل ملحوظ، وكمان كان بيعاني من سوء صحة الأسنان والعظام، وده بسبب وجود خراج واللي كان بيسبب له ألم شديد جدا. وكان من الواضح علامات فقدان الذاكرة على الرغم من عمر الملك الطويل، على إن عضلاته أظهرت علامات فقدان الذاكرة، وكان عنده أوردة واضحة جدا على جبهته. والفريق كان عايز يصور تحالفات الشيخوخة في استجمام الملك. بيبقى شيء ممتع جدا إننا ندور في التاريخ ونحاول نوصل لمعلومات أكتر عن الناس اللي سبقونا. وبس كده فيديو النهاردة يكون خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وأخيرا وليس آخرا، ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات. وبس كده، سلام.